قالوا بده يحكي. سكرنا المدارس وفضينا الطرقات، وهيدا اللي كان بعد ناقص، ننطر نرجف على الكلمات. وطلعوا اللبنانية على المناطق الجبلية، قالوا لك بعد الخطاب أكيد في صواريخ نووية. علقوا مصيرهم بكلمة، لا بتقدم ولا بتأخر. اللي بده يفوت بحرب يا خيي ما بينطر خطاب حتى يقرر. شو بده يحكي؟ شو بده يقول؟ ما اللي ترك عامر الفخوري يفل بالطيارات، واللي مضى على الحدود باع لبنان عرض وطول. شو بعد بده يقول؟ من شو خايفين؟ هو قال ما منترك فلسطين، طلعوا الفرس بس على العرب هاجمين. وعم تطلبوا منه قال ما يفوت بحرب. ليش مين قالكن اصلا انه القرار بايده؟ القرار هونيك عند سيده. رفعوا عنه العقوبات وقالوا له انت حليف الملذات، معك خشبة مسرح قطرة 5 كيلومتر، تعا على الحدود انت فيها البطل، ضرب فيها قد ما بدك والله يبعد عنا الضربات. وغيب وعملنا بغيبتك حماس، خلي العالم تخاف عن شو بدك تحكي، اصلا ما حدا عطى قيمة لكلامك الا الناس. شايف لو بتقول فايت على القدس لكون اول واحد عم صلي وراك الوداع، بس يمكن اتشاطرتوا على حلب ودرعا واليمن وطلع طريق القدس بمر بالضياع. شو بدك تحكي لتحكي؟ ما خلص الكلام ب7 تشرين لما فاتوا وما حطيت معهم شقفة دراع. واللي بعده ناطرك لتحكي مسكين ما عارف انه اليوم على الساعة 3 رح يسقط القناع.